طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. وزارة الزراعة توزع الفراغ على المزارعين. الدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه في غونية. نصائح الأطباء للشباب حول الأضرار الصحية للوشم. الرئيس الصيني يؤكد لميدفيديف استعداد بكين لتوطيد علاقات مع موسكو. أردوغان يبحث مع بلينكين إعادة بناء المؤسسات في سوريا. زيمبابوي توقع ببناء ميناء فضائي بمساعدة روسيا. قامت وزارة الزراعة بتوزيع أكثر من 161 ألف من الفراغ بأسعار مناسبة لتشجيع المزارعين العاملين في تربية الدواجن والبيض تجاريا في محاولة لتحقيق استراتيجية غذاء آمن ومغذي للجميع في كل مكان. وذكر فرع تنمية النباتات والثروة الحيوانية في الوزارة أن توزيع الفراخ تم ل 203 مربي دواجن نموذجيين من الأقاليم حسب طلبهم. وأوضح الفرع بأنه ستقوم بتوزيع أكثر من 13 ألف من الدجاج التي تلائم مناخ إقليم جنوب البحر الأحمر. وأعرب المزارع كستم حريم من دعر قولوس الذي حصل على 600 فرخة عن ثقته في مساهمة الفراخ بتحسين حياته المعيشية. من جانبها أوضحت السيدة أزكنة عقباي من عبد منقوتي التي حصلت على حوالي 300 فرخة أنها ستحاول إنتاج البيض لتلبية احتياجات السوق المحلية. أعلنت إدارة مديرية غونية في الاجتماع الذي عقدته يوم 12 من ديسمبر الدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه بهدف رفع الإنتاج والإنتاجية في المديرية. وأوضح المدير التنفيذي في الإدارة السيد يماني محاري في التقرير الذي قدمه تنفيذ برامج في عام 2024 اشتملت على الحفاظ على التربة والمياه والاستعدادات الزراعية المسبقة وتحصيل الضرائب على الماشية والزراعة الريفية وصيانة وإدخال خطوط المياه وبرامج التشجير والتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية. وأوضح أن مكافحة ختان الإناث وضمان تعليم الطلاب في سن المدرسة لا يزال مهمة تتطلب العمل. وذكر زراعة أكثر من 12 ألف هكتار من الذرة والدخن والسمسم هذا العام، ومن المتوقع حصاد حوالي 50 ألف كنتال من الذرة من الزراعة المطرية. وأشار إلى أن المحافظة على التربة والمياه في الأراضي الزراعية وإصلاح مساقط المياه وتحصيل الضرائب الحكومية وإعادة صيانة مدرسة سواقي وإجراء دراسات تخزين المياه وتطعيم الماشية والتشجير وبناء غرف انتظار الحوامل وصيانة مجرى واكد التحويلي من برامج عام 2025. واقترح المشاركون تجميع القرى وإصلاح الطرق الترابية التي دمرتها السيول وحل نقص الكتب المدرسية وإجراء دراسة لتحديد أسباب ورسوب مقاطعة الطلاب للتعليم وصيانة مجرى تحويل سواق المغرب وقاش وهردارة. أفاد مكتب جمعية معاقي الحرب في مديرية تسني بأن الجهود جارية لتحسين الحياة المعيشية لمعاقي الحرب. وأوضح مسؤول المكتب السيد محمد نور علي السيد في التوضيح الذي قدمه للأعضاء والجهات الأخرى أن الجمعية تعمل بالإضافة إلى برامج تحسين أوضاع الأعضاء بالقدرات الداخلية تمهيد الأرضية بالتعاون مع شركاء العمل لإنقراض معاقو الحرب في الأعمال التجارية الصغيرة والزراعية وغيرها من المجالات. وقال أنه سيتم منح الأعضاء المشاركين في القطاع الزراعي الفرصة للتنمية الزراعية الجماعية بالتعاون مع مشروع تسنية على قدر الزراعي. وفي قطاع الصحة ذكر بأن الجمعية تغطي 70% من نفقات الأعضاء الصحية. من جانبه أشاد مدير مديرية تسنية السيد سيون غبريسوس بجهود المعاقين للاعتماد على أنفسهم، ودعا المواطنون على مواصلة دعمهم ورعايتهم لأن دعم معاقو الحرب مسؤولية وطنية.
نظم فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في جندة حملة تهدف إلى زيادة أداء الطلاب ومشاركتهم في التعليم في 18 مدرسة متوسطة وثانوية في الفترة من 25 من نوفمبر إلى 2 من ديسمبر. وقد تم تنفيذ الحملة التوعوية من الجهات المعنية لتشجيعهم على زيادة وعيهم بالتعاون ومواصلة التفوق. ودعا أولياء الأمور إلى مراقبة الوضع وتعزيز التنسيق بين لجان أولياء الأمور والشركاء سعيا لزيادة الأداء المنخفض في الامتحان الوطني للصف الثامن. كما حث الطلاب كذلك على الاستفادة من الفرص التعليمية المجانية المتاحة لهم، وأوضحوا بأن الاتحاد الشباب والطلبة سيعمل مع جميع شركاء لتحسين نقاط الضعف لدى الطلاب وإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجههم. ينصح الخبراء بضرورة الحد من الوشم الذي يستخدمه الشباب والوعي لما له من عواقب صحية وأخرى متلازمة للوشم. وأوضح الدكتور سامسون أباي الطبيب في مستشفى مندفرة المرجعي بالإقليم الجنوبي أن هنالك خطرا كبيرا للإصابة بالأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز والتهاب الكبد الوبائي BOC بسبب الأدوات الحادة المستخدمة في الوشم. كما أن تلك الصبغة التي تخترق الجلد يمكن أن تسبب التهابات حادة وحتى بتر الأطراف والوفاة. وذكر الدكتور سامسون أن الوشم بدأ كوسيلة لإيصال الرسائل السرية وجذور الجماعات الإجرامية والتعبير عن العبودية وغيرها التي لا رابط لها بعاداتنا وتكوين مجتمعاتنا، لذلك يجب القضاء عليه. وحث المجتمع بشكل عام وأولياء الأمور والمعلمين ورجال الدين بشكل خاص على الامتناع عن إعطاء الحريات التي تعرضهم للخطر، وأن يكونوا مرشدين واتباعا لأبنائهم من صغار السن ما دون 25 عاما. ودعا الدكتور سامسون الشباب إلى ضرورة اليقظة والتفكير أبعد من الزمن في الأخطاء التي ترتكب في مراحل الحياة أبدية وندوبها لا تمحى، وحثهم على حملها والتنبؤ لها. أحيت الفرقة الفنية التابعة لمركز تدريب قوات الدفاع حفلات فنية توعوية لجميع القرى ورفع المشاركة في التعليم في إقليم القاشبركة. ونظمت الحفلات الفنية من 13 من أكتوبر وحتى 3 من ديسمبر لطلاب مدرسة ورساي كالو الدفعة 37 للخدمة الوطنية، وتوالت في مديريات فرتساوة ودقة وكركبة وسلعة. وأوضح مسؤول الثقافة في مركز تدريب السيد سقاي تسوام أن البرنامج التوعوي المنظم بتعاون مركز تدريب قوات الدفاع وإدارة إقليم القاشبركة هدف التعريف بأهمية تجميع القرى والمشاركة في التعليم. والتقى أعضاء الفرقة الفنية الأعيان والشباب وزاروا مقبرة شهداء عد أكد التي نفذ فيها نظام هيلة سلاسي مجزرة راح ضحيتها 99 مواطنا. وعلم بأن أنشطة تعبوية للفرقة الفنية التابعة لمركز تدريب قوات الدفاع سيتواصل بالتوسع العام القادم ليشمل البلاد عامة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أكد الرئيس الصيني شي جي بينغ للرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف بأن بكين مستعدة لتوطيد علاقتها بموسكو وفقا ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية. ويقوم ديمتري ميدفيديف الإثبات النائب لرئيس مجلس الأمن الروسي بجولة هذا الأسبوع في الصين لإجراء محادثات مع مسؤولين في الدولة التي تعد شريكا استراتيجيا لبلده. وقال شي جي بينغ لميدفيديف أن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتعزيز وموائمة استراتيجيات التنمية بحسب التلفزيون الرسمي CCTV. وأفاد المصدر عينه بأن الصين تأمل الاستفادة من القوى الدافعة للتعاون بين البلدين بما يعود دوما بالنفع على البلدين وشعبيهما.
ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التطورات الأخيرة في سوريا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وذلك في لقاء بينهما في أنقرة، ودعا المجتمع الدولي إلى العمل بشكل مشترك من أجل إحياء وإعادة بناء المؤسسات في سوريا. ووفقا لبيان رسمي أكد أردوغان أن تركيا منذ بداية الأزمة كانت تؤيد الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الجغرافية. وأضاف الرئيس التركي أن بلاده ستواصل اتخاذ تدابير وقائية من أجل أمنها القومي ضد جميع من وصفهم بالمنظمات الإرهابية التي تعمل في سوريا وتشكل تهديدا لتركيا. من جهته قال بلينكين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يجب حماية المدنيين السوريين، وكرر أهمية احترام جميع الجهات الفاعلة في سوريا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن تتخذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين بمن فيهم الأقليات. وتشدد تركيا على مخاوفها الأمنية فيما يتعلق بالوضع في سوريا، حيث تخوض مواجهة مع قوة يقودها الأكراد الذين تدعمهم واشنطن. تعتمد زيمبابوي على مساعدة روسيا في بناء قاعدة فضائية، وكذلك في إنشاء مركبة لإطلاق الخاصة بها وإرسال أول رائد فضاء لها إلى المدار. جاء ذلك في مقابلة مع تاس من قبل المدير العام للوكالة الوطنية للجغرافيا المكانية والفضائية في زيمبابوي. وأشار المسؤول أنه ستكون قادرة على إطلاق صاروخها الخاص في الفضاء على مدار سنوات 10 المقبلة. وأضاف أنه في المرحلة الأولى تتحدث عن ربط زيمبابوي بنظام تدريب رواد الفضاء الروس. وفي وقت سابق بدأت محطة تتبع الأقمار الصناعية الفضائية العمل في زيمبابوي بمساعدة روسيا. وتم افتتاح المنشأة في مدينة موزاوي بالقرب من العاصمة حراري. ويخدم مجمع الهوائي أيضا القمر الاصطناعي زماست-2 الزيمبابوي الذي تم إطلاقه في المدار في 5 نوفمبر بمساعدة صاروخ سواز روسي من قاعدة فوستشين الفضائية. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بكين اتفقت مع مصر على الضرورة أن نشجع البلدان على السلام والمفاوضات لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. وألا وانغ بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في بكين وفق وكالة رويترز للأنباء. وقال وانغ أن البلدين يشعران بقلق بالغ إزاء الوضع الحالي في سوريا، ودعا إلى احترام سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها. كما قال وانغ أن البلدين يرحبان باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. تذكير بالعناوين مرة أخرى. وزارة الزراعة توزع الفراخ على المزارعين. الدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه في غونية. نصائح الأطباء للشباب حول الأضرار الصحية للوشم. الرئيس الصيني يؤكد لميدفيديف استعداد بكين لتطوير العلاقات مع موسكو. أردوغان يبحث مع بلينكين إعادة بناء المؤسسات في سوريا. زيمبابوي يتوقع بناء ميناء فضائي بمساعدة روسيا. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.